أما الشعر أبو عبد العزيز أو الإعلام، أنا والله أخوكم فهد ابن فهيد ابن حمود آل سمدان آل عاطف القحطاني. ونعم ما عليكم زود. ماجستير لغة عربية وآدابها. يا سلام. عملت سابقا في القوات المسلحة، خدمت فيها 15 سنة في قواتنا الباسلة، وهذا شرف أضعه على صدري. نعم، هذا أكبر شرف، خدمة الوطن. تحولت فيما بعد إلى سلك التعليم، ما زلت على رأس العمل ما شاء الله. لي مشاركات شعرية سابقا سواء في احتفالات جهات عملي السابقة أو اللاحقة، لي مشاركات في الإعلام الورقي قبل أن الإعلام المرئي والسوشيال ميديا تلغينا وتنهينا. الكتب والمجلات. أعديت ملف طواريق البادية في مجلة البادية سابقا لمدة 6 سنوات، وكان الملف بذاته كان استراحة حلوة للمجلة، وكانت المجلة بقيادة الإعلامي الكبير والأستاذ القدير مبارك بن وقيان الصخابره الدوسري، الله يمسي عليه بالخير، هو زملائنا جميعا. بعد ما توقف العمل الورقي آخر شيء يعني كنا من أول يجي لنا منها مردود مالي، وآخر شيء صرنا حنا ندفع ونوزع بلاش ولا عاد أحد انقبلها ووقفوها. لا إله إلا الله. الآن حقيقة مشاغل الحياة أنحت لي شوي عن الإعلام. فالإعلام الوقت الحالي مثل ما تعرفون الإعلام صناعة، ولعلني أنا شوي ما قدرت، يعني ما تركتني ظروفي الخاصة ومشاغل حياتي أن أرتحل أو أني مثلا أنهج منهج صناعة الإعلام الحديث الفعال اللي هو الآن موجود. لكن تشرفت بوجودي معكم. لي مشاركات كثيرة في جميع المجالات.